إذا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد، وهذه المرة مع المؤثر المصري الفلاح المصري. مرحبا بك معنا على قناة شوف تي في، ومرحبا بك معنا في المغرب. أهلا وسهلا، شكرا لكم، شكرا على التنظيم، شكرا للمغرب أرضا وشعبا وملكا على حسن الاستقبال. كي وقفت قلتي لي شوف تي في، قلت لك كتعرف شوف تي في من قبل، قلتي لي وبطبيعة الحال صوت الشعب. أنا عايز أوجه كلمة النهاردة. أنا فخور جدا إني في المغرب، فخور بالشعب المغربي، وده خلاني أقول أنا مغربي بكل افتخار. أنا مغربي وهذا اختيار، وإن خيروني بينك أنت والخلود أختارك أنت يا وطن، يا مسقط القلب الجميل، يا منبتي، يا منبت الأحرار. أنا مغربي مشبهش حد، جلابتي تاريخي وقفطاني عنواني وقصعة كسكس الجمعة بكل الحب تجمعني مع أهلي وخلاني. الصحراء أمي وأبويا البحر، وما بين البحر والصحراء أنا الممتد كأن نهار. أنا مغربي، أنا مغربي بكل افتخار. ما شاء الله عليك. شنو اللي خلاك تحب المغرب لهالدرجة؟ المحبة ضروري يكون واحد السر. المحبة من الله سبحانه وتعالى. احنا بينا مصر والمغرب بينا وبينهم علاقة روحية ممتدة كبيرة جدا. سيدي المرسي ابو العباس مغربي، سيدي احمد البدوي مغربي، سيدي الحسن الشاذلي مغربي، كل دول ائمة مغاربة واقطاب مدفونين عندنا في مصر، واحنا نجلهم. وزمان كانوا المغاربة يحجوا عن طريق مصر وكانوا يحضروا المحمل، لذلك تلاقي معظم في بيوت في مصر أوضة مسمينها المصرية في المغرب، نسبة ان هم كانوا يروحوا مصر ونستقبلهم. وفي عائلات عندنا في مصر 50 عيلة 55 عائلة مغربية كبيرة استقرت في مصر من زمان جدا. لذلك بيننا وبينهم الحمد لله، بيننا وبينكم علاقة، وإن بعدت بيننا الجغرافيا لكننا جيران الروح. طبيعة الحال ماشي أول زيارة للمغرب، ولكن أول زيارة لأكادير. كيفاش جاك المغرب؟ أنا عايز أوجه كلمة شكر الناس أكادير، يعني على راسي، على راسي من فوق. يعني ايه الكرم ده؟ انا عمري ما شفت كرم زي كده. كل ما احنا ماشيين في الشارع الناس فرحانين بينا وعم يستقبلونا، كرم من اروع ما يكون. كأنكم في بلادكم، كأننا في بلادنا. الناس بتوع اكادير دول ناس يتحطوا على الجرح يطيب، زي ما نقول عندنا في الصعيد. طبيعة الحال تعلمتي شوية الشلحة؟ شوية. شنو تعلمتي؟ أزول في اللون منزكين واشتقت شوية، تفججت يعني شوية. أغرم أمان. شنو هو أغرم؟ أغرم اللي هو العيش، الخبز. أيوه. شنو مازال؟ أمان هو الماء. الماء. شي حاجة أخرى أنت غتطول معنا شوية صافي تهضر حسي منا. إيمي كيميك. ما عرفش معناها، أنا سمعتها في الشارع لكن ما عرفش معناها. إيمي كيميك هي شوية بشوية. طب بشوية بشوية عليا أنت. شوية. إذا مرحبا بك. أنت راه وليتي سوسي، وليتي ولد أكادير، تبقى معنا شوية صافي غتولي تهضر بحالنا بحال. هذا شرف لينا والله، شرف لينا. حبينا المغرب وحبينا ناس أكادير. يعني أنا دي لي أسبوع هنا عدوا هوا من المحبة، من الكرم بتاع الناس. جميع الأماكن السياحية زرنا أكادير وفلة، عملنا فيديوهات عن السياحة في أكادير، ردينا على أي فيديوهات اتعملت مثلا بتسيء للمغرب أو تحاول تشوه صورة المغرب، ردينا عليها بالفعل مش بالقول. رحنا الأماكن وشفنا الناس وشفنا المطبخ المغربي المصنف عالميا. مين يعني أنا عايز أشوف مين اللي قال مش عاجبني المطبخ المغربي ده عشان أحط صباعي في عينه. دار ترند عندكم. وحدة مصرية كانت معايا في شوف تي في قالت أنها ما عجباش الأكل المغربي. كانت معاك أنت؟ كانت معايا. طيب ما عجباش الأكل المغربي. أنا عايز أرد عليها من هنا. أنا كمصري لفيت جميع المدن المغربية. بالنسبة للمطبخ المغربي مصنف عالميا وخد المركز الأول عالميا سنة 2012. وبالنسبة للمطبخ المغربي اللي ما يعرفوش في مصر إن كل مدينة في المغرب لها طبخ. يعني في طنجة تاكل مثلا بيصار، في مراكش تاكل طنجية، في أكادير تاكل تفرنت الخبز تفرنوت. كل مدينة عندها مطبخ، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها عرس مختلف، عندها حاجات مختلفة. فالمطبخ المغربي من أرقى وأجمل المطابخ في كوكب الأرض، وأنا بسمي المغرب كوكب المغرب. شنو هو الطبخ اللي كيعجبك في المغرب، ولا الاكلات اللي كيعجبك في المغرب؟ والله انا طبعا اول حاجه بتعجبني التبصيله هذه. البسطيله. وش التبصيله؟ دي رائعه جدا لانها بالحوت ولا بالدجاج؟ انا ما عنديش مشكله. اديني حوت واديني دجاج، ناكل اي حاجه كله حلو. واللي دي يعجبك فيها الورقه بتاعتها اللي عامله زي الفطير المشلتت عندنا. وتلاقيها من جوه بقى محشيه وتحط ايدك ودي يا سلام تعيش كانك مسافر. ما اروع هذا الشيء. وطبعا الطاجين واللحمه بالبرقوق هذا اللي هيجنني انا، اللحمه بالبرقوق المحلي على المالح. وانت اول ما تشوف كده تستغرب تقول الله ده محلي وده مالح، بس اول ما تذوق كده يا سلام تروح في كوكب تاني. وبالنسبه للكسكس المغربي بصبع؟ الكسكس المغربي ده اختراع.
انا مش عارف مين، هو ده السؤال اللي محيرني، مين اللي جات له هذه الفكره العبقريه انه يحط السبع خضر دول على بعض، سبع خضر، سبع خضر ضروري بس، وبعدين يحط عليهم لحمه، وبعدين اللبن. مين العبقري اللي عمل الوصفه دياتي؟ هنا بقى انا بشبه المغرب بطبق الكسكس، ان المغرب عباره عن طبق كسكس فيه جميع الخضروات وفي جميع الحاجات الحلوه، وتشوفه مختلف لكن هو في الاخر يعني هو في الاخر لذيذ ومنسجم مع بعضه. نعم. شكل كان في المغرب كان انا بهني المغرب على التنظيم، على التنظيم. بأشكر رجال الامن، فين ما رحت رجال الامن مبتسمين متعاونين رائعين جدا، بشكرهم فعلا من القلب. بلد الامن والامان، بلد الامن والامان والناس الطيبين. بشكر الصحفيين والتغطيات بتاعتهم، يعني الصحفيين دمهم خفيف، دمهم حلو كده، يعني تحب تتعامل معاهم، مش قافشين عليك، لا بالعكس، حلوين حلوين خالص، الحمد لله رب العالمين. بشكر الناس، بشكر التنظيم المنظمين. رسالة لفوزي لقجع، ما شاء الله عليك، من اروع ما يكون. رساله للمنتخب المغربي، يعني عايز اقول للجمهور، خلينا مع المنتخب المغربي، ما فيش حاجه اسمها تحاسب المدرب وهو في الملعب، بعد الدوره ما تخلص نحاسب زي ما احنا مثلا مع حسام حسن، احنا مثلا المباراه الاولى ما لعبناش كويس، مثلا المباراه الثانيه ما لعبناش كويس، ولكن احنا ما نقدرش نحاسب حسام حسن متفائلين جدا طبعا. تحاسب دايما المدرب بعد الدوره ما تخلص، انما في اثناء ما الدوره شغاله خليك دايما في ظهر المدرب بتاعك والمنتخب بتاعك، حتى لو غلط ما فيش مشكل، هي دي الكوره. ان شاء الله غيتداركوا الاخطاء ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله نهائي مغربي، ان شاء الله نهائي مغربي مصري باذن الله رب العالمين، والمغرب حيكسب بكل روح رياضيه. مبروك، هتفرحوا معنا بطبيعه الحال، زي ما فرحنا معاكم في كاس العالم، فرحنا معاكم في كاس العرب، احنا دائما مع المغرب. هتفرحوا معنا في كاس افريقيا ونحتفلوا جميع ان شاء الله. عندك تسافر قبل ما نحتفلوا؟ لا ان شاء الله نحتفلوا، تكون الثانيه للمغرب، لان 50 سنه يعني كتير، فان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا. نتمناها ان لم تكن مصريه فلتكن مغربيه. اكيد غتكون مغربيه، وشكرا ومرحبا بك في المغرب بلدك الثاني. وشكرا. شكرا. حفظكم الله. اذا مشاهدينا الكرام، كان حوار جميل وشيق جدا مع المؤثر المصري الفلاح اللي معجب بالمغرب ومعجب بالبنيه التحتيه وبتنظيم المغرب لكاس افريقيا. اذا مشاهدينا الكرام، ما بقى لي الا ندعكم ونتلاقاو في بث مباشر اخر باذن الله. مع السلامه.